في قلب الحرب اللي شغالة في غزة دلوقتي ظهر سلاح جديد بيخوف الناس أكتر من الدبابات والصواريخ. سلاح صغير في الحجم بس تأثيره مرعب، اسمه الكواد كابتر. الجيش الإسرائيلي بيستخدم الطيارات دي في مهام كتير، تجسس، تصوير، ضرب أهداف، وأكتر حاجة بيستخدمها فيها دلوقتي هي الحرب النفسية. الكواد كابتر طيارة خفيفة بتدخل بين البيوت وبتتحرك وسط الشوارع وساعات تدخل جوه البيوت. في كلام إنها شاركت في عمليات كبيرة زي اغتيال يحيى السنوار من غير ما يكون في حد من الجنود الإسرائيليين على الأرض. بس الأخطر إنها بتستخدم في الرعب. ناس في غزة بيحكوا إنهم بيسمعوا من الطيارات دي نباح كلاب وصراخ ستات وعيال بتعيط، وتخيل كمان إن صوت الأذان بيتذاع منها في غير ميعاده. والله كده. ودلوقتي هجيب لك أمثلة بعض الناس اللي شهدت على الطيارة دي في جانب غزة. أسامة أبو الهاني واحد من سكان بيت لاهيا في شمال غزة بيقول إن كل الناس هناك بتخاف من النوع ده من الطيارات، خصوصا إنها بتضرب نار على أي حد يتحرك في المناطق الشمالية بالليل. وبيوضح إن الطيارات دي بتطلع أصوات مرعبة جدا خاصة في الليل، وبتعمل أصوات زي نباح كلاب وحيوانات تانية، وكمان صوت ستات وعيال بتصرخ. وبيكمل الطيارات دي بتخلينا مرعوبين ومش بنعرف إذا كانت الأصوات حقيقية ولا مجرد تخويف نفسي. وبيقول كمان إن في مرات كتير الناس بتطلع تدور على مصدر الصوت، خصوصا لو صوت عيال، وساعتها بيتقصفوا بالطيران ده. محمد علي بيحكي عن موقف حصل له وخوفه جدا لما كان في خيمته شرق غزة وسمع صوت كلاب بتنهج جوه الخيمة بالليل، فهرب واتفاجأ بعدين إن الصوت ده جاي من طيارة إسرائيلية. وبيقول كمان إنه بعد ما هرب سمع ضحك وصريخ عيال، ولما هو والناس اللي حواليه ركزوا اكتشفوا إن كل الأصوات دي من الطيارة. وبيكمل في يوم من أيام رمضان الطيارة دي شغلت صوت الأذان بدري والناس فطرت قبل ميعادها. الناس في غزة بقوا بيقولوا إن الكواد كابتر أخطر من أي سلاح تاني، مش بس عشان بتضرب لكن كمان لأنها بتكسر نفسية الناس وتجبرهم على الهروب من بيوتهم. سلاح صغير لكن تأثيره كبير. الكواد كابتر مش مجرد طيارة، دي آلة رعب بتحلق في رؤوس الأبرياء ليل نهار. لو شايف إن الناس لازم تعرف الحقيقة ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو وتشترك في القناة.